وعمري ما شفت حد بالكيت ده. بتقول في قصتها: انا زوجة زي اي زوجة، بحب جوزي، بحب اولادي، كنت بتمتع بحياة حلوة جدا، جوزي كان واخد باله مني وانا واخدة بالي منه، عندنا اولاد مبسوطين جدا مع بعض، لحد ما لقيت شوية تغيرات على جوزي. منها رضوى التليفون اللي بيتقلب على وشه، والحمام اللي بنقعد بيه او فيه بالساعات، البرفيومز اللي بنحطها قبل ما ننزل، الشياكة اللي على اصولها. آه، احمد اللي بيبعت لي يقوله على التليفون: وحشتني قوي، فينك؟ كل الحاجات اللي هي بتبان ان الراجل او الزوج بيخون زوجته. ولكن انا زوجة عاقلة، فانا جبته وقلت له: انا شايفه او ملاحظه عليك شويه تغيرات، لو في واحده في حياتك تعالى قول لي. هو نفى وقال: لا، ومستحيل ومش ممكن، انا بحبك وما اقدرش اخونك وما اقدرش اعرف عليكي واحده تانية. فانا ارتحت كده وقلت خلاص، يبقى كل الحاجات اللي انا شايفاها دي حاجات مش حقيقيه، والراجل مهتم بنفسه شويه يا بت ومفيش حاجه. لحد ما قال لي: انا مسافر مؤتمر. اخد بعضه سافر المؤتمر. انا فضلت اكلمه اكلمه اكلمه، ما بيردش. فجأة لقيت تليفوني بيرن، نمرة غريبة. اول مرة ما ردتش، تاني مرة ما ردتش، تالت مرة قلت: رد يا بنت ليه؟ رديت: ايوه فلانة، ايوه معاكي فلانة فلانية، تحت امرك، خير؟ انا اعرف جوزك كويس، ايوه اموري. الاول ما كنتش مصدقاها في مكالمه التليفون، وقعدت اجيبها كتير لحد ما قالت شويه تفاصيل كده رضوى تقول انه الست دي على حق. الست دي بتكلمني تقول لي ايه: بصي يا ستي، انا حبيبه جوزك وش كده، وهو خايف على مشاعرك وخايف يقولك وخايف يبلغك، وانا عارفه ان انت حاولتي تواجهيه وتقولي له وهو رفض، يعني دلوقتي او بعدين انت هتعرفي، وانا كده كده هتجوزه. وافقتي هتجوزه، ما وافقتيش هتجوزه. خلاص تمام. فانا ما عنديش مشكله بقى زوجه تانية، وانتي المفروض كمان ما يبقاش عندك مشكله، وجوزك بيحبني وانا لقى سعادته معايا ولقى هناه معايا، وانا بعرف ادلعه وبعرف افهمه وبعرف اتكلم معاه وبعرف اقول نكت وبعرف يضحك عليها، وبيحب اكلي وبطبخ له وببعت له على الشغل، وانا مروقاه قوي. فبدل ما تعملي بقى سين ولا تتطلقي ولا تخربي بيتك، وافقي، وانا ما عنديش مشكله وهديكي الايام الاكتر. طبعا انا ما عرفتش اعمل حاجه غير في وسط الكلام قفلت السكه في وشها. قلت للناس: انا هبعت لرضوى الشربيني. قالوا لي: هتبعتي لرضوى الشربيني هتقولك اتطلقي، لو انت واخده قرار الطلاق ابعتي لرضوى الشربيني وهي هتقولك اتطلقي وهتديكي الدفعه وهتقويكي وتقولك يلا، والراجل الخاين ملوش ديه ومش عارفه ايه، واطلعي بقى اقول لك الكلمتين دول، او ابعتي لها او شوفي مين يكلمها وهي هتقولك اتطلقي وهتخربي بيتك. هي بتقولي: انا مش قادره اصدق مع انه جوزي خني او بيخوني، وهي بتكلمني تقول لي بيخونك معايا. انا اعمل ايه؟ او انتي لو مكاني هتعملي ايه؟ لو ما كانتش كلمتني ده حماده، ولما ست تكلمني وتكيد فيا وتفرس فيا ده حماده تاني خالص. لكن انا واحده ترفع عليا سماعه التليفون تقولي: يا تقبلي بيا زوجه تانيه لجوزك يا هتتطلقي واسيبها. هو هنعمل معاه ايه؟ ده هنعمل معاه بعدين، ده هيجي نمرة 2. لكن هي نعمل معاها ايه؟ ها؟ عشان انا مش هخلي واحدة ست زي دي تيجي تنتصر عليا وتحرق دمي وتكدني وفعلا تخرب بيتي وتخليني اتطلق من جوزي وتروح هي تعيش سعيدة معاه، وانا بقى اقعد اربي العيال واجري وراهم، وبعدين بقى يجي يقول لي لا ما تتجوزيش هاخد عيالي. فيلم كده هتخشي فيه مش لطيف. فطالما هندخل في الفيلم ده، لو هتخشي فيه تحرقي دمها الاول. كده النسا يتقابل بكده النسا. واحد هتحطي اعصابك في تلاجة،
برود مش طبيعي. 2 مش هتبلغيه بمكالمة التليفون دي. 3 مش هيكون ليكي اي رد فعل لمكالمة التليفون دي، انت ما شفتيش ما سمعتيش ما عرفتيش ما حدش كلمك. 4 مش هتردي على نمر غريبة تاني لانها هتحاول تاني وتالت ورابع، ولو هي ما حاولتش تاني تالت ورابع حاوليها شوية بنات او شوية ستات هيضايقوكي ويكلموكي في التليفون عشان يقولك اخبار جوزك معاه ايه. 5 هتسيبي الحبل. عارفه لما تسيبي له الحبل يشرق نفسه بيه، هتسيبي له الحبل عشان يغلط زياده. 6 هتتغيري كاملا، لون شعرك يتغير، تبتدي تخسي، عندك امكانيات تروحي تعملي عمليه شفط ولا تعملي اي حاجه، تظبطي وشك، تظبطي بشرتك في منتهى الهدوء وانتي ساكته. 7 لو ما بتشتغليش لازم تشتغلي، ونازله وخارجه وعندي اجتماع واصلا انا مش فاضيه، ايه يا حبيبي، ايه يا قلبي، معلش سوري ما بردش على التليفون عشان انا كنت مشغوله، تحسسيه ان في حاجه في حياتك شغلاكي، مش تركزي معاه، عشان كل ما هتركزي معاه، هي نظريه القط والفار، كل ما هتركزي معاه هيجري، كل ما هتقربي هيبعد، لان التانية هي اللي بعيده، التانية اللي هي مش مملوكه، التانية اللي عماله ماسكه كريستال وعماله تعمل له ايه حته المازيه، ما تقول له ايه تيجي تاخد المازيه، عايز المازيه يا حبيبي، ها؟ ما تهجميش وما تقربيش. 9 دلع هستيري، ها؟ هستيري، يا كتموتي يا بوتوبوتي، خدي الحته دي من الفرخه يا لولي، تعالى اقعد هنا يا راحه قلبي، تعملي يبقى مستغربك مش فاهمه انت بتعملي ايه، تعملي له مساج، تمسكي صوابعه، تعالى يا حبيبي ادلك لك صوابعك، نفسك تاكل ايه النهارده، نفسك تشرب ايه النهارده، نزل خرج بيتفسح مؤتمر ما تساليهوش. 10 نظرات عينك تبقى نظرات فيها لوم وحب، اللي هو نازل يا حبيبي، طيب يا حبيبي انبسط، انبسط دي ترزع في ضميره، ينزل العربيه يدور العربيه، دي بتقولي انبسط، دي بتقولي انبسط، وتستفزيها من بعيد.